السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة مطار القاهرة، متوجهة إلى الكونغو استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان الفريق قد أدى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة. واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي 24 لاعبا للسفر إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة فريق مازيمبي. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحمزة علاء. خط الدفاع محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، كريم الدبيس. خط الوسط عمرو السولية، كريم ندفد، أكرم توفيق، كوكا وأفشة، طاهر محمد طاهر، كريستو، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد. خط الهجوم بيرسيتاو، كهربا، موديست، وسام أبو علي، ورضا سليم. وقد تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على سيمبا التنزاني ب3 أهداف مقابل لا شيء بمجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما صعد مازيمبي على حساب بترو أتلتيكو الإنجولي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف. بالتوفيق لفريقنا الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.